لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عمار سعدان رد حزب الله في مزارع شبعة المحتلة بالمشروع، ولفت إلى أن الرد يبين خبرة المقاومة المعلوماتية والعسكرية، مستبعدا أن تقدم إسرائيل على أي خطوة جديدة ضد المقاومة. أعتقد أن إسرائيل لا تستطيع أن ترد لعدة أسباب. هناك خارطة سياسية وضعتها أمريكا صاحبة ولا الأم الحنون لإسرائيل. هذه الخارطة يمكن أن تفسد من طرف إسرائيل لو إسرائيل ارتكبت حماقة. أولا إسرائيل تخاف أن ترد على حزب الله لأن تعرف أن الفاتورة غالية وهي في انتخابات. ثانيا أن ردها سوف يكون خسارة لها، لأن المقاومة الآن ليست في لبنان فقط، المقاومة في لبنان، المقاومة في سوريا، والمقاومة أيضا المحور ثلاثي الآن، ثلاثي المقاومة، وأيضا في فلسطين المحتلة في الضفة. إسرائيل الآن محصورة أكثر من أي وقت من قبل، وبالتالي بالإضافة إلى هذا أن إيران سوف لن تسكت على استهداف قياداتها والاعتداء عليهم في أراضي مش إسرائيلية. لذلك إسرائيل الآن متخوفة مش ترد. معنا من الناصرة الكاتب الصحفي أسعد تلحمي. أهلا بك سيد أسعد تلحمي. ونحن نرصد استمرار للارتدادات والتداعيات لهذه العملية في شبعة للمقاومة. لنبدأ من إسرائيل وتحديدا من كلام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، كيف يفهم هذا الكلام؟ هو تصريح رسمي إسرائيلي بأن هذا هو إطار التعاطي الميداني لإسرائيل عقب هذا الرد للمقاومة، أم أنه رأي أمني؟ يعني يعلون قبل قليل في مقابلة للقناة العاشرة قال كلاما مماثلا لحديث رئيس حكومته بنيامين نتنياهو. الآن الاتجاه هو لتحميل إيران المسؤولية. إسرائيل تريد أن تحمل إيران المسؤولية لتبرر العملية المنسوبة إليها في القنيطرة. المراسلة في القناة العاشرة المحاورة التي حاورت يعلون سألته لماذا لا تتبنى إسرائيل عملية القنيطرة. هو لم ينفي أن إسرائيل لم تقم بالعملية، لكنه قال إنه تم إحباط عمل مخطط ضد إسرائيل. الآن إسرائيل تمحور حديثها على إيران لتبرر الضربة التي كانت في القنيطرة. في المقابل سئل يعلون، وهذا السؤال سيتردد برأيي أكثر وأكثر وسيكون أكثر مركزيا خلال الحملة الانتخابية، سئل يعلون بالحرف الواحد: هل كان جديرا أن تقوم إسرائيل، يعني بتسوى تقوم إسرائيل بعملية في القنيطرة وتدفع ثمنا كما دفعته أمس؟ الشعور العام في إسرائيل أن إسرائيل أمس دفعت ثمنا لم تتوقعه. هي توقعت ردا من حزب الله، ولكن المعلقين العسكريين يتساءلون اليوم هل ما حصل أمس يضيف شيئا لإسرائيل؟ بالعكس، هم يرون أن ما حصل أمس يضيف أمورا كثيرة ونقاطا كثيرة لحزب الله. دعنا نرصد هذه النقاط. وأنت تتحدث عن تدفيع للثمن لإسرائيل كنتيجة لرد المقاومة في عملية شبعة. ما الذي أسسته هذه العملية في إطار الصراع مع إسرائيل؟ أنا لقراءتي اليوم لكل التعليقات وسماع السياسيين والمعلقين العسكريين، إذا أردنا إيجاز ما قالوه فالإنجازات برأيهم لحزب الله أولا أهمها أن حزب الله أعاد تعريف ميزان الردع. إسرائيل اعتقدت أن عملية القنيطرة ستردع حزب الله. اليوم يكتب ناحم برنيع كبير المعلقين في دعوة حرونة يقول أن حزب الله لم يرتدع، ومن ارتدع هم مئات آلاف الإسرائيليين المدنيين في الشمال. إذا حزب الله بالنسبة لإسرائيل أو في نظر المعلقين الإسرائيليين أعاد معادلة ميزان الردع كما يراه. إسرائيل كما تعرفين وكما اعتادت في حروبها دائما كانت تريد أن تكون الكلمة الأخيرة في أي عملية عسكرية لها، وكانت تبحث دائما عن صور ما تسميه صورة انتصار. نرى أن العملية أمس لم تكن فيها الكلمة الأخيرة لإسرائيل. أيضا هناك إشارة إلى أن حزب الله اتخذ أو اختار عملية دقيقة بحسب التوصيفات محسوبة ومضبوطة. هو اختار موقعا عسكريا، هو اختار عسكريين، هو لم يقصف مدنيين، وقام بالعملية في منطقة محتلة. وبرأي الإسرائيليين أن كل هذا الأمر كان مدروس.
الشعور العام بعد أن نقرأ أو نسمع طب هذه دعنا التحليلات نتوقف هنا بلغتنا وسأعود الدارجة للشعور نقول أن إسرائيل العام لو سمحت سيد أسعد تلحمي، لأنه في إطار ما ذكرت أيضا لدينا من المعطيات التي تأتي في التعاطي الإسرائيلي، في إطار يبدو التبرير مجددا. الآن نتحدث عن وزير الدفاع الإسرائيلي. تبقى معنا سيد تلحمي. إذا وزير الأمن الإسرائيلي عذرا مشيع علون قال إن حزب الله ليس بحاجة إلى أنفاق على الحدود لأن طبيعة المنطقة تسمح له بالتسلل والدخول إلى إسرائيل، وطبيعة الأرض مختلفة عن غزة. يعلون قال إن اغتيال القنيطرة كان ضروريا لأمن إسرائيل، ولو انتظرنا على جهاد مغنية لكان نفذ عمليات نوعية ضد إسرائيل خلال أسابيع. وقد أبدى يعلون غضبا عارما مع احتمال اتفاق إيراني أمريكي، قائلا إيران تفتح ضدنا جبهة الجولان إلى جانب حزب الله في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في غزة، وتحاول تسليح الضفة إن تمكنت من ذلك. أعود مجددا إليك سيد تلحمي، كيف تعلق على ما قاله يعلون؟ هو ما ذكرته قبل قليل بأن يعلون يقدم الآن لائحة دفاع أمام الإسرائيليين. ما قاله سمعته من يعلون لمحاورته في القناة العاشرة عندما سألته أسئلة صعبة، والسؤال المركزي: هل كان جديرا بإسرائيل أن تقوم بعملية القنيطرة؟ إذا لائحة الدفاع هو أن يقول إن إحباط هذه المجموعة التي يسميها مجموعة حزب الله مع إيران، أو ما تسميه إسرائيل قاعدة لإيران وحزب الله، وفتح جبهة جديدة ولائحة الدفاع. وقال لها: وماذا كنتم ستقولون أنتم فيما لو نفذت هذه المجموعة عملية ضد إسرائيل؟ كنتم ستتهمون الحكومة والجيش بأننا لم نتأهب. هذه لائحة الدفاع. يعرف يعلون ويعرف نتنياهو أن منافسي ليكود، منافسي نتنياهو سواء من اليمين أو من اليسار، سيعيرون نتنياهو على أنه لم يرد على عملية أمس، أو أن عملية القنيطرة لم يكن لها أي لزوم، وبالتالي إسرائيل دفعت أمس 8 جنديين وعملية عسكرية لم تضف بالمرة، بل إذا أضافت فتعترف إسرائيل أنها أضافت لحزب الله. طيب أشكرك سيد أسعد تلحمي الكاتب الصحفي، كنت معنا مباشرة من الناصرة. خلال رصد التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، التقى فريقا عمل الميادين على طرفي الحدود. مراسل